القنديل قدنا كان نصبوا فيه الزيت كما التبسي معناها النوع نتاعو، نصبوا فيها الزيت ونعملوا فتيلة ماسة كان لا فوق وظلي ونبلوها واسمعني ونبلوها بالزيت ونسالوها وتقعد هذيك تتغذى من الزيت وتقعد تسحب. القنديل تعرف كيف هو؟ القنديل معمول كما هكا، كما هكا وفي واحدة كما هكا. القنديل هذاك اللي في الجهة. في الزمزم. هكاك في الزمزم ويحطوا الفتيلة هكا. معناتها أنت توكي كنت صغير، باش كنتوا تضويوها الدار؟ نضويوها حتى بالفتيلة نتاع الزيت ولا كيفاش فتيلة الزيت هذه يا عم صاحبي؟ فتيلة الزيت هذه نعملوا احنا بكري كل قنديل. فهمني كل قنديل اي ونفلوا فتلة نار وذيك نبلوها بالزيت ونصبوا بك القنديل وشوية زيت. ايه هذه عادة قديمة برشا هذه. يمكن حتى الرومان ولا هذه نسميوها فتيلة الزيت. ظلي محطوطة في قنديل هذيك اللي تضوي عليه. والزيت هذا شنو؟ زيت زيتونة معناتها؟ زيت زيتون. اي زيت زيتون. أضوي عليا نور سادي حي البرية يا قمرات النيل ما تجرى لي يا قمرات النيل ما تجرى لي. منذ القدم كانت وسائل الإنارة بشكل عام تعتمد على صناعة أدوات بدائية للإنارة، واكتشف الإنسان النار واستخدمها في طهي الطعام والتدفئة والإضاءة. وقد طور الإنسان وسائل الإضاءة فاستخدم المصابيح الحجرية التي تعمل بالدهون النباتية أو الحيوانية كوقود، والتي يرجع تاريخها إلى حوالي 15,000 سنة. واستخدم الشموع والمشعل، ثم اخترع المصباح الزيتي، ثم مصباح الكيروزين. وأخذت وسائل الإنارة تتطور تدريجيا على مر الزمن حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من وسائل الإنارة الكهربائية. المصباح. أخذ المصباح الكثير من المسميات، منها السراج الذي يعني لغويا المصباح الزاهر، الفتيلة الموقودة، الشمس، القنديل وهو مصباح من زجاج يشبه الكوب فيه فتيل يضاء بالزيت وغيره. وورد ذكر المصباح في القرآن الكريم للدلالة على منبع أو مصدر ضوئي. استخدم الإنسان المصباح مبكرا في تأمين الإضاءة ليلا أو في الأماكن المظلمة نهارا، وحصل على الإضاءة في البداية من عملية حرق الحطب، ثم تطورت عملية تأمينها فحصل عليها من الشعلة بإحراق عيدان الخشب المغمسة بمواد شحمية أو زيتية نباتية وحيوانية، وذلك لإدامتها أطول مدة ممكنة. وبعدها اكتشف المصباح والسراج والفانوس والغاز باستخدام أوعية من الزجاج أو المعدن أو الحجارة أو الخزف، مزودة بفتيل مغموس بزيت سائل قابل للاحتراق، وبالتالي توليد الضوء المطلوب. اتخذه الإغريق والعديد من الشعوب الأخرى شعارا ورمزا للفكر والتقدم، كما ارتبط بحكايات وأساطير عديدة، لعل أبرزها حكاية علاء الدين والفانوس السحري. ولأن المصباح أو القنديل يحمل كل هذه المعاني والدلالات، واتخذ من قبل العديد من الجهات والمؤسسات العلمية والفكرية والإبداعية في أيامنا هذه رمزا وشعارا. وعلى مر العصور عرفت عدة أدوات، من بينها السراج أو الفنار، وهو مصباح يعمل بالغاز أو النفط، وكان أفضل العناصر للإنارة في المنزل قديما. ولا زال بعض من الناس
يحافظ على هذا المصباح لإنارة الطوارئ في حالة انقطاع الكهرباء.